ضفت الكاكاو في المية المغلية والنتيجة كانت أكبر مفاجأة. معايا دلوقتي كده كوبايتين من المية، وعليهم كده رشة من الملح، وعليهم 3 معالق كبار من الزيت، وهنزل دلوقتي كده عليهم بالسكر 5 معالق كبار من السكر، ومعايا كده كيسين من الفانيليا، ونبدأ نقلب كويس جدا بحيث السكر يدوب معانا تماما. وكده خلاص هو جاهز معانا تمام. هنضيف دلوقتي كده ليه 3 معالق كبار من الكاكاو وكوباية من الدقيق، ونبدأ نقلب تقليب مستمر بحيث ما يكونش فيه أي تكتلات. في المرحلة دي بنبدأ بقى نهدي النار خالص كأنك مولعة على رز بالظبط، وتبدأي تقلبي، واهم حاجة زي ما قلت لك تقليب مستمر عشان ما يكونش فيه اي تكتلات للعجين لحد ما تتكون معانا عجينة بالشكل ده. كده العجينة بتاعتنا جاهزة معانا تمام. هنحطها كده معانا في طبق او في صينية، نسيبها لما تبرد معانا تماما، وبعد كده نبدأ نشتغل فيها على طول. كده خلاص انا ببدأ كده اضغط بس عليها واستنى لما تبرد، وبعد كده نبدأ نجهز الخميرة بتاعتنا. معايا كده ربع كوباية من المية، عليها معلقة صغيرة من السكر، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. بقلبهم كويس جدا وبسيب الخميرة دي اتأكد ان هي اتفاعلت معايا تمام. كده الخميره بتاعتنا جاهزه معانا تمام. هنضيفها كده على العجينه على طول. طبعا العجينه بتاعتنا اهم حاجه تكون بردت. وابدا دلوقتي اضيف الدقيق. ضفت كده معاكم زي ما انتم شايفين كوبايتين من الدقيق، وهنبدا نعجن بالشكل ده. عايز اقول لكم مش هتحتاجوا اي حاجه تانية، هم كوبايتين الدقيق مظبوطين جدا. طب وانا بعجن حسيت ان العجينه بتاعتي يابسه، تضيفي معلقه ميه بمعلقه ميه، او معلقه حليب براحتك خالص على حسب المتوفر، او حتى معلقه زبادي لو انت احتاجتي. لكن العجينه بتاعتك مظبوطه ومش محتاجه اي حاجه، اتلمت معاكي تمام، خلاص تبداي تعجني بالشكل ده. اول ما تتلم معاكي تخدميها كويس جدا في العجن، وكده العجينه بتاعتنا تكون جاهزه. واوريكم شكلها بيكون عامل ازاي. انا كده ببدا الم الدقيق واوريكم شكل العجينه. كده خلاص العجينه بتاعتي بدات تتلم معايا تمام بالشكل ده. هبدا اخدمها بقى معايا كويس جدا بعجينه كده لمده 5 دقايق، وهوريكم دلوقتي شكلها. كده ما شاء الله العجينه بتاعتنا ما شاء الله حلوه قوي قوي. الملمس بتاعها بيكون بالشكل ده، يكون فيها نسبه تلزيق خفيفه قوي. وبضيف كده في ايديا رشه بس من الزيت، واغطي بيها العجينه بتاعتي واسيبها لما تختمر. هتاخد معانا في الجو ده حوالي نص ساعه، واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. ده كده شكلها بعد ما عدى عليها نص ساعه. ما شاء الله عايزه اقول لكم ملمس العجينه حلو قوي قوي. العجينه ما شاء الله تحفه. هنبدا دلوقتي نشكلها مع بعض. انا دلوقتي حاطه كده معايا في صينيه ورق زبده. وفايده ورق الزبده هنا بس عشان يسهل عليها الغسيل مش اكتر، يعني مش شرط خالص ورق زبده. تقدري تدهني اي صينيه عندك كده مسحه من الزيت، وتبداي تحطي فيه العجينه على طول. طبعا انا دلوقتي هبدا اشكلها كده على شكل كور زي ما انتم شايفين كده معايا تمام. تقدروا تحشوها في المرحله دي، يعني لو عايزه تحشيها في المرحله دي شوكولاته هتبقى حلوه جدا. لما تستوي تفتحيها كده تبقى محشيه بالشوكولاته بجد رهيبه. بصراحه لو كان متوفر عندي كنت حشيتها شوكولاته، لكن انا ما كانش متوفر عندي، فبدات كده اشكلها شكل الكايزر كده على طول، واحطها كده معايا في الصينيه. على ما بخلص الكميه بتاعتي كلها تمام، ببدا اغطيها واسيبها لما تختمر حوالي 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي. وبعد كده بنبدا نشغل الفرن بتاعنا على درجه حراره 180. بندخلها رف اوسط. عايز اقول لكم بجد 12 دقيقه بالكتير قوي بتكون استوت معانا تمام. اولا ده شكل العجينه كده بعد ما اختمرت. هدخلها معايا الفرن واوريكم دلوقتي شكلها بيكون عامل ازاي. في دقايق بتكون جاهزه ما شاء الله. شايفين شكل العجينه الله اكبر. عايز اقول لكم هشه جدا، طعمها حلو قوي قوي. في حد ممكن يسالني ايه فايده العجينه المسلوقه. عايز اقول لكم العجينه المسلوقه دي بمثابه محسن للعجين، حلوه قوي قوي، بتطلع المعجنات رهيبه، حلوه جدا ما شاء الله. حبيت اعمل شكل العجينه بتاعتي، فحطيت الشوكه وجبت سكر بودره، وبدات اعمل الشكل اللي انتم شايفينه ده. صراحه شكلها شياكه. شايفين الجمال الله اكبر، كانك شاريها من بره مش عاملاها في البيت خالص. وكمان زي ما قلت لكم لو حشيتوها بالشوكولاته هتكون احلى واحلى. يعني انا عملتها قبل كده بالشوكولاته بصراحه كانت خطيره، بس للاسف ما كانش متوفر عندي شوكولاته النهارده، فانا حبيت انوع على النقطه دي عشان تجربوها باذن الله. هخلص بقى الكميه بتاعتي كلها كده بنفس الطريقه، واوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي الكميه على بعضها. شايفين الجمال الله اكبر، بجد ما شاء الله حلوه قوي قوي. اتمنى فعلا تجربوها وتقولوا رايكم في الكومنتات، يهمني جدا جدا. بكده وصلتنا النهارده تكون خلصت. اتمنى فعلا تكون عجبكم وكون استفدتوا في فيديو النهارده ولو بمعلومه واحده. يا ريت طبعا لو عجبكم تدعموه باللايك والشير، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفه جديده، ومع الف سلامه حبايبي.